اسكت والله العظيم ما اسكت. انا اجيب اكتر من 300 جنيه كشري ما يتاكلش، طماطم معرفش مغسوله ولا انا ما بحبوش كشري الشارع، وادفع عليه 300 و400 واحنا نفرين ثلاثه في البيت. انا عملت الكشري في البيت بوصفتي انا. قلب ام امل، يلا نعمل اكله كشري كده بيتي حلوه مع بعض. نص كيلو عدس بجبه هنقعه شويه. قشرت البصل اللي هعمله بتاع الكشري، اقطعه وارجع لكم. حبيب قلب ام امل، هنا كده قطعت البصل تمام. احط عليه شويه دقيق ونشا علشان ما يعجنش، تبقى البصله ناشفه كده. شويه دقيق ونشا كده واقلبهم فيهم، ده عشان تبقى البصله ببصلتها، عشان البصل ده جديد ما تنسوش الكلام ده يعني. فالنشا دي هتخليه ايه، معلقتين دقيق على معلقتين نشا اهو. هقلبهم فيهم تقليبه كويسه. هنا انا حطيت زيت كتير كده غزير عشان تبقى مقرمشه. حطيت في الحله ميه بتسخن، وحطيت زيت، شويه زيت وشويه ملح، دي لسلق المكرونه. طبعا يا بنات البصله دي ما بتحبش تتقلب، يا دوبك لما تدخل على حمار كده تقليبه خفيفه وتسيبها تنشف وتحمر، هتقلبيها هتعجن. هنا البصله دخلت على اللون الذهبي كده، هستنى لها دقيقه بالظبط وهروح مصفياها من الزيت ومطلعاها. هنا بقى بصوا القرمشه، بصوا القرمشه، بصوا ده كده البصل ما خليتوش محروق محمر جامد اهو تمام اهو. طلعته على صينيه وعملته زي ما وصفته لكم تمام اهو، بصل مقرمش اهو. هنا حبايب قلب ام امل هعمل الصلصه اللي هي الطماطم بتاعه الكشري دي على طريقتي انا البيتي بقى. تومه احمرت اهي، خدت اللون الذهبي المحمر. انا بحب بقى احط حبه خل صغيره كده عليه. هنا كده بحط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، ما اقولكوش بقى على حته دي بقى، ولا تقول لي في المحلات الحاجات اللي مش مغسوله ولا الكلام الفاضي اهي. انا طبعا مش ماليش دعوه بالمحلات، انا بحب حاجه البيت على العموم. وهنا دي الصلصه، الله على ريحتها والله على طعمها. هنا بقى انا قلبت الشعريه على الرز على العدس ابو جبه وسويته مع بعض، بس معلش طلعت بصور على الفاضي وانا بحط الرز والعدس مع بعض. طبعا انا ايه، شوحت الاول الشعريه وبعدين عملت الرز فوق منها في شويه زيت، وبعد كده رحت نازله بالعدس ابو جبه وشوحتهم كده كاني بعمل رز مفلفل. ما اقولكوش بقى على طعمهم، بصوا الواحده بوحدتها. اسكت والله العظيم ما اسكت. انا اجيب اكتر من 300 جنيه كشري ما يتاكلش، طماطم معرفش مغسوله ولا انا ما بحبوش كشري الشارع، وادفع عليه 300 و400 واحنا نفرين ثلاثه في البيت. انا عملت الكشري في البيت بوصفتي انا، والله عليه ريحه وطعم انا ما بعرف اكل غيره فعلا. كلهم بيخرجوا ياكلوا او يطلبوا في البيت، انا ما باكلوش. بصوا بقى الكشري، بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي على جماله، بصل الناشف والصلصه، طعم ونظافه يا جماعه. وفري اعملي ب 100 جنيه كشري بدل ما تجيبي ب 400 جنيه. وشير ولايك ودعوه حلوه.